جوز اختي اتخانق معاها بسببي، ودلوقتي اختي عامله معايا مشكله كبيره ومش عارفه انا اراضيها ازاي، مع ان انا ماليش ذنب في حاجه. في بنوته بعتالي مشكلتها وبتقول انا واختي توأم والفرق بيننا كبير قوي. انا بحب وقفه المطبخ وبحب شغل المطبخ، واختي كسالتيه على اخر حاجه، لا بتحب تقف في مطبخ ولا بتحب تعمل حاجه في المطبخ ولا اي حاجه، حتى ابسط الاشياء تحب وتفضل ان هي تشتريها جاهزه. حتى رمضان لما دخل علينا بدأت تحصل بقى بينها المشاكل هي وجوزها، لما كل حاجه تشتريها من بره، الحلويات، الكنافه، القطايف، بلح الشام، كل الحاجات اللي ستات البيوت المصريه بيعملوها، حتى العصاير اللي بيشربوه بتشتري عصاير جاهزه، والاكلات بتتفق كده مع مطاعمين بتاعه الاكل البيتي، وكل يوم تطلب منهم الاكل اللي هي هتعمله. فجوزها جه عمل معاها مشكله وقال لها هو انت مش ناويه تتعلمي الطبخ ابدا؟ ما تبصي لاختك واعملي زي اختك، خلي اختك تعلمك. وعمل مع مراته مشكله وانا السبب فيها، ودلوقتي اختي زعلانه مني وبتقولي ان انا اللي بقويه عليها ومش عارفه اتصرف.